ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا صلوا على النبي وتعالوا جنبي. النهارده هقول لكم سر الكحك بتاع امي ما يتعزش على متابعيني. اول حاجه يا بنتي استخدمي دقيق ابيض ناعم جدا مخصص للكحك او الخبز. السمنه تكون بلدي سايحه مش جامده عشان تديكي نعومه للعجينه. 100 نسبه السمنه للدقيق تقريبا 1:3، يعني لكل 3 كوب دقيق كوب سمنه تقريبا. اخلطي الدقيق مع السمنه الاول كويس لحد ما تحسيه زي الرمل. ضيفي اللبن الدافئ شويه شويه، لا اكتر ولا اقل. العجينه لازم تكون طريه ومتماسكه، مش ناشفه ولا لينه زياده. سرعه العجن مهمه، مش كتير عشان الكحك ما يبقاش صلب. لما تشكلي الكحك ما تضغطيش على العجينه جامد، خليه محتفظ بشكله وبهواه. استخدمي منقاش او شوكه النقش يدي شكل حلو بس ما تضغطيش جامد. الكحك الناعم ما يحبش الحراره العاليه عشان ما ينشفش او يتشقق. الكحك لما يبدأ يميل للذهبي الخفيف يبقى جاهز. بعد ما يبرد لو عايزة كحك أنعم ممكن تخزنيه في علبة محكمة الغلق مع رغيف عيش ناشف، ده يحافظ على الرطوبة ويخليه ناعم فترة أطول. وبس كده. لو عايزين أي حاجة تانية اكتبولي في الكومنتات وأنا هرد عليكم. وما تنسوش تعملولي اشتراك في القناة ولايك عشان تشوفوا كل فيديوهاتي.